السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. تعالى اقول لك على كام معلومة كده لتخزين المانجا وافضل نوع تخزنيه، وكمان هتفضل معاكي من السنة للسنة ومستحيل طعمها يتغير معاكي. زي ما انت شايفة كده النوع ده نوع زبدة. خزني المانجا الزبدة بتفضل معاكي من السنة للسنة ومستحيل طعمها يتغير. وكمان انا بخزنها زي ما هي كده بالحباية، زي ما انتم شايفين كده هوريكم طريقة التخزين بتاعتي. ولازم تشتري المانجا صبحة، ما ينفعش تجيبي المكمورة. الصبحة بتكون زي ما انت شايفه كده من ورا العنجود بتاعها بينزل لون كده زي ما انتم شايفين، او ماده لزجه اللي هو الشمع بتاعها بالشكل ده. لو لقيتي العنجود بتاعها اسمر ومش عليه ماده اوعي تشتريه، علشان دي بتكون مكموره. المكموره ملهاش اي لازمه خالص حتى في الاكل وفي التخزين. اشتري المانجا الصبحه، العنجود بتاعها بيكون عليه ماده لزجه اللي هي الشمع بتاع الحبايه من ورا كده زي ما انتم شايفين، يعني بتكون صبحه. وانا طريقه التخزين بتاعتي دي من سنين ومش هغيرها، وبتفضل معايا الحبايه زي ما هي، وطعمها بيفضل زي ما هو، مستحيل طعمها يتغير. زي ما انت شايفه كده. ممكن تحطيها في اكياس. انا ما غسلتش المانجا، انا ما عملتش فيها اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين كده، انا حطيتها في بوكسه وبحطها في الفريزر على طول بالشكل ده. ولما باجي استخدمها بغسلها وبعمل بقشرها، يعني بطلعها من الفريزر لمده 5 دقايق بتفك على طول وبستخدمها. ده افضل نوع لتخزين المانجا. افضل نوع تخزنيه المانجا الزبده، وافضل وقت تخزني فيه المانجا دي من الايام دي، يعني اليومين دول، لان المانجا سعرها احتمال كبير ان هو يعلى. يعني انا جايبه الكيلو ب30 جنيه، ممكن سعرها يكون اغلى من كده زي ما انتم شايفين. يا رب يكون الفيديو افادكم، وما تنسيش تنوريني بالاشتراك وكمان اللايك وكمان الكومنت الحلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.